طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. على حب محمد وآل محمد في الثانية. اللهم صل على محمد تعجيلا لفرج مولانا صاحب الأمر والزمان في الثالثة. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لقبول مجلسنا هذا ارفعوا أصواتكم وطيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوك الإنسان من أفعاله وأقواله يمر بمراحل، يمر بثلاث مراحل. أول مرحلة مرحلة الانبثاق أو مرحلة البداية، يعني أي فعل من أفعال الإنسان الذي هو معتاد عليه، أي قول من أقواله، أي أسلوب من أساليبه، أكو نقطة بداية بدأ منها وانطلق هذا السلوك. بعد ذلك مرحلة القوة، أنه الإنسان يعني مثلما بدأ بهذه المرحلة وبدأ بهذه الكلمة بدأ بهذا الفعل، في مرور الزمن راح يمر هذا الفعل أو هذا السلوك بقوة. وهذا طبيعة يعني هي عند الإنسان، حتى الإنسان الممتهن صاحب المهنة في بداية عمله تشوفه ليس على مستوى عالي، ولكن لما يمر على مهنته مثلا 5 سنوات أو أكثر تكون أعماله شنو؟ تكون أعماله بدقة ومحسوب لها حساب يعني، فمرحلة قوة راح تكون عنده. بعد المرحلة الثانية المرحلة الأخطر تسمى مرحلة العادة، أنه الإنسان يعتاد على هذا الفعل، فبعد مو بالإمكان وليس بالسهل أن يتخلى من هذا الفعل. ليش؟ يقولون لأن العقل أو الدماغ يتبرمج مع هذا الفعل،
يعني حتى وإن نسي العقل من الممكن أن ينسى أشياء، هواي أحداث ينساها، ولكن الأساليب اللي اعتاد عليها الإنسان ما ممكن أن ينساها. ولذلك تشوف مثل بعض الناس عنده سلوكيات أو عنده أساليب أعاذكم الله، مثلا عنده الكذب متكرر. هذا الكذب أكيد أكو بداية إليه، بداية انطلاقه إليه، منين انبثق، منين انولد، ومر بمرحلة قوة. يعني صار الإنسان يتفنن بالكذب، يتفنن بالغيبة، ومرة لا، يتفنن مثلا بالقول الصالح، يتفنن بالطيب، يتفنن بالإصلاح. يعني هذا السلوك يشمل الإيجابي ويشمل السلبي. وبعد ذلك ينتقل إلى العادة، الإنسان يعتاد على هذا السلوك، فبعد مو بالإمكان وليس بالسهل أن يتخلى أو أن يبتعد عن هذا السلوك. ليش؟ يقولون لأن العقل أو الدماغ يتبرمج مع هذا العقل أو يتبرمج مع هذا السلوك. وأكو تجارب يعني أجروها. أكو كتاب، هذا كتاب إنجليزي هو مترجم، اسمه قوة العادات، لطيف، كتاب اجتماعي جميل جدا، يعني قوة العادات. هذا يسولف عن شخصية اسمها إيوجين، مو سموه مو بغرض الاسم ولكن ناخذ منها العبرة. يقولون هذا الشخص هو كان باحث، يوم من الأيام صار عنده التهاب بالدماغ، وهذا التهاب الدماغ أفقد ذاكرته، وقالوا الأطباء أنه هذا إما أن يموت وإما أن يفقد الذاكرة، وبالتالي فقد الذاكرة. بعد ما امتثل للشفاء، شفاء التام يعني شفاء الجسدي، ولكن ذاكرته مفقودة. يقولون الأطباء أوصوا زوجته، قالوا لها حتى لا يمر بمرحلة اكتئاب هذا إيوجين، عليك أن تسوين خطوات. شو أسوي؟ قالوا لها في كل يوم صباحا تأخذين هذا الرجل وتمشين وياه دورة كاملة حول الحي، ايدك بإيده، وتمشين وياه وترجعين للبيت، ولا تخليه يمشي بوحده، ترى هذا ذاكرة ما عنده، ذا راح بعد ما يرجع. تقول هاي أنا استمريت فترة من الزمن، في يوم من الأيام الصباح غافلني هذا الرجل إيوجين، غافلني وفتح الباب وطلع، بعدني أنا ما متهيئ وما لقيته. رحت افتريت بالحي، دورت، خبرت الشرطة، هذا الرجل طلع وبعد ما رجع. يقول رجعت أنا بعد أنتظر أنه الشرطة تأخذ دورها، يقول بس من رجعت لقيت إيوجين واصل قدامي ماخذ له فرة وراجع. فاكتشفوا أنه الإنسان ما دام أنه اعتاد وما عنده ذاكرة، اعتاد على أن يخرج ويسير في ذلك الطريق ويعود، اعتاد شهر أو شهرين، فاتخذ هذا الأسلوب عادة، الدماغ شنو؟ تبرمج مع هذا الأسلوب. فكثير إخواني من الأساليب الغير صحيحة اللي هي ما تنم عن تقوى في المجتمع، في سلوكياتنا، الإنسان لكثرة ما سعى إليها ولكثرة ما امتثل بها أصبحت كالعادة. يعني مرة ممكن النظر المحرم عند الناس، عند البعض أصبح عادة. ليش؟ لأن بدأ بمرحلة شنو؟ بمرحلة بداية، وبدأ بمرحلة قوة، وبعدين انتقل من القوة إلى العادة. فالتخلص راح يكون شنو؟ راح يكون صعب. القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى. وين؟ في آية الصيام: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا التقوى اللي يريدها الله تبارك وتعالى شنو هي؟ أن الإنسان لا بد له أن يخرج عن كل سلوكه السلبي. ليش؟
لأن الآن لما قال القرآن لعلكم تتقون، هاي التقوى الآن مطلقة لو مقيدة؟ يعني إلها زمن محدد؟ قال لعلكم تتقون في شهر رمضان، ماكو ذكر أن التقوى موجودة إلا في شهر رمضان، لا لا، التقوى مطلقة مو مقيدة. لعلكم تتقون يعني في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان. التقوى شنو هي اللي يريدها الله تبارك وتعالى؟ والذي وضع أو جعل لها أو لفاعليها درجات في الدنيا والآخرة. إيش قال؟ إن المتقين في جنات ونهر. هذا عطاء شنو؟ عطاء مادي، جنات ونهر. وبعدين انتقل من العطاء المادي إلى العطاء المعنوي. هاي الجنات ونهر وين؟ قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني هم عطاء مادي من جانب، وهم عطاء معنوي من جانب ثاني. لمن؟ للمتقين، اللي الله تبارك وتعالى أرادنا أن نكون من المتقين في شهر رمضان لعلكم تتقون. ولكن هي التقوى شنو مشاكلها؟ التقوى أخواني الإنسان أن يكف عن الذنوب والمعاصي. زين، شلون يكف عن الذنوب والمعاصي؟ هي الذنوب والمعاصي منين تجي؟ هسه مرة واحد يقول الذنوب والمعاصي من الشيطان، من وسوسة الشيطان، وكثير هذا سامعين من بعض الناس يقول الذنوب والمعاصي هي من الشيطان، فما دام أنه أكو شيطان يعني أكو معصية. وهذا الجواب مو صحيح. ليش؟ لأنه أول من عصى في الوجود ياهو إبليس. مو إبليس غير عصى. إذا احنا اتفقنا أنه كل معصية وراءها الشيطان، شا الشيطان ياهو وراه، لازم هم اكو شيطان ثاني وسوس له. هذا مو صحيح. فالنفس الأمارة لها دور بارز. زين، التقوى أن تكف عن الذنوب، أن تكف عن المعاصي. هاي الذنوب والمعاصي منين تجي؟ شلون؟ كيف الإنسان أن يتغلب عليها؟ طريقة بسيطة حتى نضع أيدينا على الجراح، نعرف شلون نتعامل، نعالج أنفسنا على الأقل. شلون تجي؟ إخوان، أكو أبواب عند الإنسان تسمى بالأبواب السبعة. هاي الأبواب السبعة هي التي يستخدمها الإنسان للمعصية، غيرها ماكو. شنو هاي الأبواب السبعة؟ الأبواب السبعة هي الحواس الخمس والبطن والفرج. كم باب عندنا؟ سبعة. زين، الإنسان من يريد يعصي الله تبارك وتعالى بمن يعصي؟ خلاص هو بحواسه الخمس، لو ببطنه أم بفرجه، ماكو غير. أكو غيرهم بعد؟ ما عندنا أبواب. زين، هاي إخوان الأبواب السبعة تفرغ الصور والأقوال والأفعال على اليمن، تفرغها على القلب. خلي أمثل لك مثال. الآن هذا المسجد المبارك، جيب لك هنا كريستال زجاجة شيء لطيف جميل وخليه بالنص، وافتح عليه بابين فقط، وتعال بعد شهر لهاي الزجاجة، شنو تلقاها؟ شنو بيها؟ بيها أوساخ، بيها عناكب، وبيها ما أعرف شنو. زين، إذا فتحت 7 أبواب لمدة شهرين، ايش راح تلقى هاي الزجاجة؟ صايرة عبارة عن تراب، يعني حتى معالمها تقريبا ضايعة. زين، إذا استمر فتح الأبواب ذن كلهن لمدة 10 سنوات، شنو تلقى الزجاجة؟ ايش تلقاها؟ زين، إذا الإنسان فاتح أبوابه على طيلة أيام حياته، هاي الزجاجة ايش باقي بيه؟ إخوان، قلب الإنسان هالشكل، لأن من تنظر إلى الحرام هاي الصورة وين راح تروح؟ تروح للقلب.
تسمع الحرام الصورة وين راح تروح؟ للقلب. زين. تلمس الحرام الصورة وين راح تروح؟ تاكل الحرام الصورة وين راح تروح؟ فكلهم ذا ايش راح يسوون؟ راح يشكلن حجاب او راح يشكلن جرم على اليمن. هذا الجرم يشكلن جرم على القلب. فبعد هنا هذا القلب ينتقل منين؟ او يسلم الى الشيطان، لان هو الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم في العروق. يعني انا من اباوع، وشلون يجري مجرى الدم في العروق؟ غير من اباوع يدخل الشيطان، ومن اسمع يدخل الشيطان، ومن كذا يدخل الشيطان من هاي الابواب. زين. فبما انه الشيطان الان اصبح له هذا العرش اللي الامام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول القلب عرش الله. القلب عرش الله، فلا تسكنوا، او بيت الله فلا تسكنوا في بيت الله غير الله. هذا القلب الامام يقول عرش الله. احنا بهذا تعاملنا وبهذا اسلوبنا هذا العرش لمن سلمناه؟ للشيطان. هنا الشيطان راح يتربع على من يتربع؟ على هذا العرش او على هذا القلب. يعني مثلا البعض يقول انا عيني ما اقدر ان اغضها ولساني ما اقدر الزمه. صحيح لو مو صحيح؟ ترى بيه نسبه من الصحه. تعرف ليش؟ لان هذا القلب تربع عليه ياهو الشيطان، فصار يبث احكامه لمن؟ يعطي اعازات للعين، للاذن، لليد، للبطن، للكذا، انت تشتغل كذا وانت تشتغل كذا، هيك. يعني مثل مدير عام، واضح؟ يصدر اوامر لمن؟ الى الدوائر المنتميه اليه. هذا مدير عام، اجى الشيطان تربع عليه، فصار شنو؟ يصدر احكامه، يصدر ما يريد لمن؟ لاعضاء البدن اللي هي للحواس الخمس. الامام امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في نهج البلاغه، طبعا هاي خطبه مؤلمه وخطره، يعني يتكلم عن ذم اصحاب الشيطان. تدري ايش يقول؟ شوف الانسان احيانا ينتقل من مرحله الى مرحله من حيث لا يشعر، من حيث لا يعلم. يقول لقد نطق الشيطان بألسنتهم. عجيب. الشيطان صار ينطق بلسانه. ليش؟ لأنه هو وين قاعد؟ قاعد بصدره. يقول لقد نطق الشيطان بألسنتهم ونظر بأعينهم وسمع بآذانهم. يا هو الشيطان. وسمع بآذانهم ودب ودرج في حجورهم وفرخ وباض في صدورهم فاتخذوه لهم ملاكا واتخذهم له شراكا. يعني الإنسان هنا راح يتحول إلى شيطان بسبب ماذا؟ بسبب أنه هاي الأبواب سلمها لمن؟ سلمها للشيطان. الشيطان صار يستخدمها. فالبعض من يقول أنا عيني ما أقدر ألزمها. ليش؟ أكو محرك داخلي، أكو محرك، أكو محفز يريدك أن تنظر. الحل شنو؟ شنو الحل؟ الحل أنه عندنا مشكلة. إحنا هاي المشكلة اعتادينا، يعني وصلنا إلى مرحلة الاعتياد. يعني ما ممكن أنه أنساها. يعني حتى لو نسيت النظر إلى النساء مثلا، أو العياذ بالله، أو غيرها مثلا، أو السماع أو كذا أو الغيبة، هنا راح يصير عندي اعتياد، يعني ما ممكن بعد أنسى، وهذا هنا خطر. الحل شنو؟ الحل لابد أن تقتلع الجذور من أساسها، أن تغلق هذه الأبواب بابا بابا. يعني هنا الإنسان لابد أن يمر بمرحلة المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس اللي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجعوا القوم من القتال، من الجهاد، قال لقد قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. هنا الإنسان ينتقل إلى مرحلة الجهاد الأكبر، هي هاي التقوى اللي يريدها الله
تبارك وتعالى. فشهر رمضان إخواني شهر يهتم بهذا الموضوع، يهتم بالتغيير، ولذلك أنه منع شنو؟ شهوة الطعام وشهوة الجنس. ذن أساسهن منين؟ ذن إلهن تعلق بمن؟ تعلق بالنظر. قل للمؤمنين يغضوا منين؟ ويحفظوا. شوف الربط، يعني أكو ربط بين الاندفاع إلى هذه اللذائذ وبين شنو؟ وبين النظر. أنا ما ممكن أن أنقطع عن النظر إلى الحرام أو عن ارتكاب الحرام إلا بالبداية شنو؟ لابد أن أنقطع عن من؟ أنقطع عن النظر. وإلها يعني شهوة الطعام إلها فد علاقة بالنظر، وانتم جربوها مرات واحد يعني هسه حتى نفسيا انت احيانا يعني ما محتاج الاكل، يعني ما جوعان، بس يمكن من تشوف اصدقائك 5 6 يسولفون ويضحكون وما اعرف شنو صبوا طعام، راح تمر بهاي المرحله، يعني راح انت تجاريهم وراح تاكل يمكن اكثر منهم. ياهو اللي يشتغل هنا اشتغلت العين، اشتغل النظر. كذلك يعني شهوة الفرج هم كذلك نفس القضية. فشهر رمضان يعني كفيل بأن يقتلع الإنسان هذه السلبيات أو هذه السلوكيات من جذورها، ولكن أكو بدايات. يعني شهر رمضان أنا مو أريد مثلا يعني أريد أن أغير تغييرا شاملا بدون استعداد، هنا ما ممكن. ليش؟ ولو نرجع شوي يعني البداية، الله تبارك وتعالى خلانا شهر رمضان. شهر رمضان عبادة، ولكل عبادة عندنا شنو؟ عندنا مقدمة. كل العبادات لها مقدمات. هسه مرة اكو عبادات نيتها هي مقدمتها، يعني نية. زين، شهر رمضان اخواني شهر عظيم. ايش قال؟ هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شنو هو؟ هدى للناس. هاي الهداية عامة لو مو عامة؟ ايش قال؟ هدى للناس، مو للمؤمنين، للناس. يعني بس أنت ادخل في شهر رمضان وطبق ما عليك في شهر رمضان، غض بصرك عينك ما أدري شنو، تحصل على هداية. احنا في كل صلاة شنو نقول؟ اهدنا الصراط أنا أسألك هنا السؤال من جاي أقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. هنا الهداية متحققة لو ما متحققة شو تقولون؟ ما متحقق. أنا جاي أدعو هسه هذا الدعاء مستجاب ما مستجاب أنا شنو ما أدري. بس من تجي الشهر رمضان هدى للناس، بس بشرطها وشروطها. أكو مقدمات الإنسان أحيانا ما يلتفت إلها، وإلها قوة. وين؟ قوة في شهر رمضان. الله تبارك وتعالى بما أن شهر رمضان فيه هداية، الله جعل له مقدمة أو مقدمتان، وهاتان المقدمتان عبارة عن شهرين. شلون عن شهرين؟ شهر رمضان شنو اللي قبله؟ شعبان. قبله شهر رجب. من تراجع الأحاديث الواردة عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، تدري ذن الأشهر إيش قد إلهن ربط بشهر رمضان والتدريب إلى شهر رمضان؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهري، وشهر رمضان شهر أمتي، يعني خلاهن عبارة عن شنو؟ عبارة عن منظومة متكاملة. نجي شهر رجب بمن مختص؟ بعد هنا أنه راح نسأل إحنا بمن مختص؟ بالاستغفار. شهر رجب شهر الاستغفار. الاستغفار كما يسمونه علماء الأخلاق شي يقولوا له؟ تخلي، أن تتخلى عن من؟ عن ذنوبك، يعني أن تطهر. الهداية طاهرة لو مو طاهرة؟ تصير على نجاسة؟
شوف البداية منين؟ قبل شهرين. الهداية شيء طاهر، هدى للناس. هداية ونجاسة وانحراف وفسق ونظر إلى الحرام وغيبة وكذا يجتمعن لو ما يجتمعن؟ مستحيل أن يجتمعن. فلازم منين يبدأ الإنسان؟ من شهر رجب اللي هو شهر التخلية، شهر الاستغفار. وبعدين ينتقل إلى مرحلة شنو؟ مرحلة ثانية. المرحلة الثانية مرحلة شهر شعبان. يا مرحلة شهر شعبان بمن معروف بشهر المناجاة والدعاء. شوف الانتقال، يعني الإنسان ما ممكن أن يدعو ويحصل على إجابة أو استجابة، وما ممكن أن يدعو ويحصل على قوة إيمانية إلا أن يستغفر في المراحل. بعدين بعد الاستغفار وبعد الدعاء يعني الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى تجينا مرحلة ثانية. شنو المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة مرحلة الهداية. بعدين هدى، يعني هدى للناس مو متاحة لكل البشر. لازم شنو؟ زين إذا واحد ما طبق هاي التعاليم وما بدأ صح، يعني شهر رجب خلاص مضى بعد انتهى. شهر شعبان كذلك ما استفاد. يعني احنا الآن في شهر رمضان شو نسوي؟ لازم الإنسان يجمع بين هاتين المقدمتين، يعني هم استغفار وهم شنو؟ وهم التجاء إلى الله تبارك وتعالى. والنتيجة بعد يم الله تبارك وتعالى ممكن أن تشمل هاي الآية شنو؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر إخواني، شهر رمضان هو كفيل أن يعلم الإنسان أو أن يدربه على التقوى، أن يدربه على التقوى. لأن أنا إذا شهر رمضان بهذه العطايا وهذه الخصائص أنا ما تغيرت، إيش وقت أتغير؟ شو وقت أتغير؟ شو شهر عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات، الدعاء فيه مستجاب، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة. إذا كلهن ذن أنا ما أتغير بيهن، شو وقت أتغير؟ الأيام الاعتيادية ما بين هيك عطاء، هذا العطاء خاص وغير محدد، يعني مو محدد بساعات أو أيام. هي أطول إخواني، أطول فترة عبادية فيها نفحات إلهية يا فترة شهر رمضان، شهر كامل. هسه بعض الأشهر الحرم مثلا أشهر الحج هم مو كلها هم بها شنو؟ هم بها أيام مو كلها. بس شهر رمضان لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا يا شنو بالمجمل: أيامكم فيه عبادة أو نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح. إخوان الإنسان لابد أن ماذا؟ هنا أن يسعى للتغيير، أن يترك كل ما اعتاد عليه. ليش؟ لأن بقية الأشهر 11 مرتبطة بمن؟ مرتبطة بشهر رمضان. إذا ما عندي تقوى في شهر رمضان، وإذا ما عندي اتجاه لله تبارك وتعالى في شهر رمضان، هنا بعد الأشهر البقية ما بعد شهر رمضان أنا أكون على حالي أكون ما أتغير. فالتغيير راح يكون منين؟ من شهر رمضان. ولهذا الرسول تكلم بهذا المعنى، أنه من لم يغفر له الله في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل. يعني شنو؟ يعني إذا ما انغفر لك ورتبت وضعك في شهر رمضان، لما يجي شهر رمضان الجاي الله ينغفر لك، ويمكن لو ينغفر لك لو ما ينغفر لك، أو يمكن أنت ميت. واضح؟
ويمكن أنت بعد ما عندك طاقة تصوم وما عندك، فلازم الإنسان يتقي. التقوى أخواني مع قوة الجوارح، يعني يكون أنا من أتقي النار أخلي حاجز بيني وبين النار، أو أتقي النظر إلى الحرام أجعل حاجزا بيني وبين النظر إلى الحرام مع قوة عيني. يعني مو أنا لما أعمى ما أشوف أقول الحمد لله أن جعلني الله من المتقين، هذا مو حكي، هو غير عمية. أنا لما مثلا تصير عندي فد مشكلة صحية ما أقدر أحكي الحمد لله الله خلاني ما أخذ غيبة، هذا ما لديها فضل. صار عنده التهاب بالأذن ظل ما يسمع الحمد لله ظليت ما أسمع غيبة، هذا مو حكي، مو صحيح، هذا مو صحيح. يعني مثل ما واحد معتاد أجلكم الله على شرب الخمر بهذا القدح، اجى وكسر القدح، خلاص كسر هذا القدح، قال بعد ما أشرب خمر لأن القدح انكسر، هذا باكر تبدل أنت تشرب غيره مثلا أعاذكم الله. بس الصحيح شنو؟ الصحيح هذا الإناء موجود وهذا المشروب المحرم موجود وأنا أتقي الله تبارك وتعالى. هاي هنا القوة، هاي هنا القوة، هاي هنا راح تتغلب على نفسك. فإخواني الإنسان الذي لم يراعي التقوى ينتقل حاله من حال أو من مرتبة إلى مرتبة، مرة يرتكب الحرام بنظره بلسانه ومرة لا. إذا هنا أعطى لعينه السعة، لأذنه السعة، للسانه السعة، راح ينتقل ينتقل بهذه المرتبة من النطق ومن النظر ومن السمع إلى الفعل. فهنا راح لا يبالي بكل صغيرة ولا كبيرة إلا وارتكبها. ولذلك كل من حاربوا الأنبياء عليهم السلام وحاربوا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم هم متورطون بهذه المشاكل، هم معتادون على هذه المشاكل الأخلاقية. لأن ما ممكن أنه ينتقل الإنسان إلى أن يقتل إماما معصوما، لازم شنو إله؟ أكو إلى مقدمات، لازم أكو إلى مقدمات قد ارتكبها واعتاد عليها وتدرب عليها، بعد ذلك انتقل من مرحلة إلى مرحلة. ولشدة ابتعاد الإنسان عن الله تبارك وتعالى وعدم تقواه كذلك يصبح لا يميز بين الحق وبين الباطل، لكثرة الحرام المرتكب. يعني قلت يصير حجاب على هذا القلب، يصبح لا يعرف حقا من باطل، كل عنده واحد، كل عنده واحد. ولذلك الحسين سلام الله تعالى عليهم أو عليه يقول لهم على ما تقاتلونني؟ ايش تردون مني؟ ألي دم سفكته؟ ألي حرمة انتهكتها؟ الشريعة غيرتها؟ السنة بدلتها؟ لا. ايش تردون؟ بغضا لأبيك. ليش؟ لأنه قتل أشياخنا ببدر وحنين، كانوا كفرة، شوف ماكو تمييز. ومرة يسألهم يقول له يا حسين، يقول لهم أنا ابن فاطمة ابن رسول الله، يقول له يا حسين لا نعي ما تقول، ما نفهم، يعني احنا جاي نسمع هاي الآذان جاي تسمع، ولكن وعي ما بيها، إدراك ما بيها، وتعيها أذن واعية، ما عندهم وعي. إيش قال؟ قال إنهم قوم طبع تذكر هسه خطبة الإمام، طبع الشيطان على قلوبهم فأنساهم ذكر الله العظيم. شنو يعني طبع الشيطان على قلوبهم؟ شنو طبع الشيطان؟ المعاملة، أي معاملة الآن فكرة تقريبية، يعني مثال تقريبي، أي معاملة الآن تمشي بها في دوائر الدولة، آخر مرحلة تمر بها هاي المعاملة شنو هي؟ الختم. هذا الختم. لما تختم هاي المعاملة تصير غير قابلة للزيادة وغير قابلة للنقصان. بعد الختم يقدرون يضيفوا لها شيء؟ ممنوع، تصير مزورة.
وبعد الختم يصير يحذفون منها شيء، يصير مزور. هذول قلوبهم كهذه المعاملة، ختم أو طبع الشيطان على قلوبهم، فهم الآن لا يستقبلون النصيحة، ما يعرفون، ولا ينطقون بخير، انتهوا بعد، قلوبهم انقفلت قفلت. فقال إنهم قوم طبع الشيطان على قلوبهم فأنساهم ذكر الله العظيم. ولذلك ما كانوا يفهمون، ما كانوا يسمعون. يقول لهم وحق جدي رسول الله إني عطشان. هسه مرة أنا عطشان، رحمة ما عندهم، ومرة أضاف الحسين عليه السلام لا وحق جدي، أبد ما ينتبهون. إلى أن لشدة ما حل بالحسين من جراح وعطش وقع من على ظهر جواده، ولكن أعياه نسف الدم. ماذا فعل؟ يقولون الحسين عليه السلام لم يتمكن من الجلوس، بعد ما قدر يجلس. ايش سوى؟ عمل له وسادة من الرمل، سوى له وسادة. ليش سوى له وسادة؟ فاتكأ عليها وطرفه متقسم بين النظر إلى المعسكر وبين النظر إلى الخيام. يباوع للمعسكر، يشوف القوم قبيلة ترمي بمقتل الحسين لقبيلة أخرى، هاي قبيلة تقول القبيلة أنتم قتل الحسين. يعني واحد يستشير الثاني كيف نقتل الحسين. الحسين ينظر إلى الجانب الآخر، ينظر إلى مخيمة شنو بيه؟ هاي تكسر القلب والحكاية. شنو يشوف بالمخيم؟ يشوف أكو أطفال واقفين بباب الخيمة. ذول شنو شغلهم؟ شو ينتظرون؟ هذا اللي عمره 10 سنوات، وهذا اللي عمره 5 سنوات، وهذا كذا. ذول ينتظرون من؟ ذول عطشانين ينتظرون الماء. بس قل للحسين تركوه ينظر إلى خيامه. شنو سووا؟ فضربوه بسهم مثلث وقع في قلبه فحال بينه وبين النظر إلى خيامه. يعني حتى نظر إلى خيامه ما خلاه ينظر. الله أكبر. بعد ما تمكن من الحركة ولكن حرك إيده، أشار إلى أخته العقيلة زينب يا ما يرفع إيده وغدا للحرام، شال إيده وغدا للحرام، يا ما صاحب صوت زينب قراب أو صاحب صوت زينب قراب، يا ماي هنا الحسين سأل زينب تدري شو يقولها؟ يقولها يا خيتي فياي جبت وياك، يا خيتي فياي جبت وياك، يا ماي تراه العطش ضرني وفتك بيه، ترى العطش ضرني وفتاك بي. هنا زينب كأنها تجيب الحسين، تقول له حسين خويا انقطع
درب الحامة شلون اجيلك والطرق ملزومة. حسين خويا حيرتني بطاحتك، شلون اجيك شلون عوفا عيلتك. هنا زينب انتظرت، شافت اكو ناس اكو رجال بينها وبين الخيام وبين الحسين عليه السلام. انتظرت إلى أن جن الليل أو طلعت زينب. وين رايحة؟ رايحة لخيها الحسين، ولكن شنو حالها أو شنو تقول لأخوها؟ شنو تقول له؟ تقول له طرت الزليم والخيل والنار. الله أكبر. خويا انا طريت الفلا والخيل والنار، ولا تانيت خويا العجل غبار. خويا انا شفتك. شلون شافت تبى الله؟ انا شفتك بالفلا أو جيش العدن دار، أو نايم على الرمل وادري الرمل حار. خويا نايم على الرمل وادري الرمل حار. هنا زينب لما وصلت للحسين شافت اكو شيء عجيب. شنو شافت؟ أول ما نظرت إلى ذلك السهم المثلث الذي خرج من ظهره قالت وأخاه وحسيناه لو لم يكن إلا هذا السهم لكفى بك مقتولا. الله أكبر. قعدت يم خياش صاحت شلون نومه نايم خياش شلون نومه شلون نومه نايم خياش شلون نومه عطشان ومسلب هدومه. اي والله ومسلب هدومه وحر الشمس غير رسومه. اللهم انا نسألك وندعوك ونتوجه اليك بأحب الخلق اليك لمحمد وآل محمد. فرج همومنا واكشف غمومنا، اشف مرضانا امراضنا، تقبل اعمالنا يا الله. عجل لوليك الفرج، املأ به الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا. الى ارواح امواتنا امواتكم اجمعين، اموات المؤسسين. رحم الله من يهدي ثواب الفاتحه مسبوقه بذكر محمد وآل محمد.